السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات عقبال ما نتجمع، ولو حد معانا على اللايف يا ريت يقول لنا الصوت تمام ولا لا. لو في حد معايا على اللايف يا ريت يبلغني الصوت تمام ولا لا. بسم الله. نتجمع كده كلنا مع بعض. ان حد دخل يا جماعة لو سمحتم، دخل معانا على اللايف لو سمحتم يقول لنا اخبار الصوت ايه، مهم بالنسبة لنا. اخبار الصوت ايه يا جماعة؟ طيب معانا بردك اتنين على اللايف يقولوا لنا اخبار الصوت ايه. في صوت ولا؟ طيب كويس. اللي داخل معايا دلوقتي على اللايف استاذ محمود، لو سمحت لو في صوت بلغني ان في صوت معانا تمام. يا ريت اللي داخل معانا على اللايف يعرفنا الصوت اخباره ايه، تمام ولا؟ مستر احمد الصوت اخباره ايه؟ تمام. شكرا جدا حضرتك مستر محمود ان بلغتنا ان الصوت معانا تمام. لحين دخول مستر احمد طايل ضيف حلقة النهاردة، لأن النهاردة حلقة قوية من العيار التقيل وربنا يعينه، ربنا معاه، الله المستعان. شكرا جدا مستر محمود. أستاذ أحمد طايل لو سمحت ابتدي ابعت دعوة. طيب احنا النهارده في برنامج رؤيتي، الحلقه زي ما بيقولوا كده في اللذيذ، حلقه في السهل، بس يا رب يا رب تفضل في السهل، لان احنا هنتكلم عن المبادرات والانطباع هيكون في الشارع معاها عامل ازاي، وهل المبادرات شيء ايجابي ولا سلبي. طيب واحنا ليه اتكلمنا في موضوع المبادرات؟ اتكلمنا في موضوع المبادرات علشان خاطر الحلقه بتاعت السبت اللي فات سيناريو بنكمل بيه سلسله الحلقات بتاعتنا، زي ما اتكلمنا عن الشباب والاحزاب، واتكلمنا في فكره في عزوف للشباب ان هي تخش الاحزاب ولا لا. عايزين نشوفوا كمان المبادرات، يعني لو باب الاحزاب مش موجود لك، طيب كشباب هل تقدر تخش كمان المبادرات ولا لا؟
احمد الغي الاضافات خالص لو سمحت. استاذ احمد طايل، الغي الاضافات من عندك خالص خالص. تمام، وابتدي اعمل لي، خش اكتب اي كلمه. تمام، علشان تعرف تبعت بعد كده اضافه. يلا بينا، ها، بسم الله. مستر احمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا، جميل. اولا عايزين نعلي الصوت. ثانيا عايزين نعرفوا الصوره مش جايه ليه. سامعني يا أحمد؟ انا سامعك كويس، بس الصوره محتاج ان هي تبان، والصوت كمان محتاج انه يعلى شويه. طيب ثانية واحدة. ثانية واحدة. أنا هطلع أحمد، أنا هنزل وهرجع تاني لأن حتى ما الصوت مش سابق فيش الصورة. مشكله، ما فيش مشكله، انا معاك، ما فيش مشكله. لغايه لما تبتدي تخش معانا. منور الدنيا مستر ايمن معانا، وريتاس صلاح معانا. تمام، زي الفل. كده في انتظار برضك استاذ احمد طايل. يا احمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله ها، وبركاته أستاذ أحمد. اجمل كده. بالظبط يا ها، أحمد. عايزين الصوره كمان. ده احمد طايل، طيب بص، سامعني؟ اديني. استاذ احمد، أنت شايف الصورة ده؟ انا معايا صوت ضعيف أحمد الصورة ومفيش ده؟ صوره. لا، الصوره مش موجوده. هي المفروض الصوره هتبان عندي وعندك. الصوره بقى صورتك انت باينه. أنا عندي أنت بس الصورة جاية كبيرة. الصوره عندك ايه؟ الظاهرة عندي. لا، انا مش موجوده معايا خالص. طيب، طيب انا هلغي وهبعت لك انا الاد. اقبل كده بقى من عندك. استاذه اميره، اهلا وسهلا بحضرتك، منوره اللايف معايا. بندق بالتوفيق. تسلم. استاذه اميره، تسلم يا رب. الحلقه بتاعت محمد صلاح، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني في كلمه بعت الاد، في كلمه لقط. سبحان الله. يا مستر احمد، احنا بعد كده نبتدي اللايف على 10 الا اول ما الضيف يخش معانا، يخش معانا 10 10 و5 حلو.
الحمد لله. حبيبي مستر احمد، منور الدنيا مع نورك حفني وبرنامج حبيبي يا احمد، ده نورك. ايه الاخبار؟ مساء الخير عليك وعلى كل متابعينك الجمال. اشتراك النت الشهر ده. ايه؟ مش دافعين اشتراك النت الشهر ده ده؟ ده شغال عليه والله. منور الدنيا مع حفني والاطلاله الثانيه في الشهر الثاني على التوالي. انا بشكر احمد طايل بتواجده واستمراره تمام معانا في برنامج رؤيتي. طمني عليك الاول قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا. الحمد لله والله، في عز النعمه، الحمد لله والله، في احسن حال. الحمد لله. جاهز؟ اتمنى، توكلنا على الله. توكلنا على الله. احمد طايل، عنوان حلقتنا النهارده ان احنا بنتكلم عن فكره المبادرات، وبما انك صاحب مبادره ولا يفتى ومالك في المدينه، تمام؟ تمام، سامع. سؤالي مقسوم على شقين، تمام؟ ايه اللي خلاك تبتدي في تاسيس مبادره، تمام؟ وايه الهدف منها؟ تمام. احنا علي بقى سالنا السؤال السؤال ده قبل كده. عشان الناس كلها تبتدي تسمعني وتسمعك بوضوح. طيب انتوا كده سامعيني كويس؟ اتفضل كده، انا المفروض ان انا سامعك بنسبه كبيره كويس. تمام. اولا بحب تاني ارحب بيك وبضيوفك الكرام جدا، او متابعينك اللي على راسنا كلهم. قصه بقى اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، او موضوع المبادرات. المبادره بتاعتنا دي من 2014. كانت فكره مجموعه شباب كده، في حاجه اللي هم بيعملوا زينه رمضان والكلام ده. كنا بننمي الفكره بتاعت الاطفال. من 2014 لقينا فكره اللي احنا نعمل شنط. ابتدوا 5 افراد، 6 افراد، 6 اشخاص كده، اصحاب مع بعض. طب واحنا بنجيب الزينه، طب اخر الشهر برضو نعمل 1 2 3. جت الفكره، في ناس رحبت بالفكره، بقت تساعدنا تاني. احنا كنا لسه مثلا الكلام ده من 10 سنين، كان لسه برضه الواحد في العشرينات كده، كان لسه ما عجزناش شويه زي دلوقتي. ابتدت الناس تحفز هو للموضوع. السؤال، ايه الهدف اللي خلى احمد طايل والفريق اللي معاه يعمل مبادره؟ ما كانش فيه هدف. يعني حتى لحد النهارده احنا كمبادره، ما فيش حد فينا بيبقى عايز ينضم لمبادره، او جوه المبادره اللي هو بهدف اللي هو ينضم لكرسي او لمنصب سياسي معين او ايا يكن. ده لحد دلوقتي ما لا، عندناش الفكر ده. مش الهدف في البوزيشن، لا، الهدف اللي هتوصله مبادرتك للناس. احنا بنعملها ليه قصدك؟ يعني احنا عملنا كده ليه؟ اه تمام. اه بالظبط. يعني هي سؤالي بيبتدي من فكره ايه اللي ايه يعني ايه بيقول لك ايه اللي خلاك تبدا في تاسيس مبادره بشرة خير، تمام؟ وايه الهدف اللي انت رايحه؟ تمام. الفكره في تاسيس مبادره بشرة خير، احنا ما كناش هنأسس مبادره ولا حاجه. زي ما انا قلت لك، احنا كنا مجموعه، احنا 5 اشخاص بالظبط. تمام. عملنا الفكره بتاعت شنط رمضان في الاول في 2014. 2015 كانت اختنا مي محمود جوه المجلس، فهي اللي ساعدت لنا ان احنا نعمل مبادره، عشان الجمله بتاعتها الشهيره يعني: انا موجوده او مش موجوده، انتوا مع الناس. انا جوه المجلس او انا بره المجلس، انتوا مع الناس. انتوا حابين الخير او حابين اللاين ده، فدي بتاعتكم. ده كان برضو ده من ضمن، او ده اول سبب واول مره حد يعرف الكلام ده. اول سبب اللي احنا ننشر الخير. طيب، الهدف من مبادرتك للناس في 1 2 3 ايه؟ استاذ احمد. استاذ احمد. طيب انا اروح للمتابعين لغايه لما يكون استاذ احمد جاهز معانا. تمام. تفتحهم. استاذ احمد موجود معايا؟ احمد، انا معاك، طيب انت سامعني؟ خليك معايا. اه اه بس نشوف بس تعليقات الناس. بتقول لك
طيب استاذه سما، النت فصل باين. تمام، هو اللي مش عايز يدفع البتاع بتاعته. انت تعرف نورهان، عني مساء كده يا الخير حزين؟ استاذ احمد. تعرف عني كده؟ استاذ محمود حمدي من وصاحبي الصوره معلقه. طب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ والله الصوره عندي معلقه، انا طالع لي صوت طب بس يلا دلوقتي. اطلع تاني وادخل مستر تاني. محمود حمدي، منورين، منورين الدنيا. استاذ محمد مصطفى عامر، منور الدنيا. يا رب يا احمد يا طايل. تمام. دودي، منور الدنيا يا باشمهندس احمد. تمام. سامعينه تمام. استاذ سلام، مساء الخير يا استاذ احمد وعلى ضيفك العزيز. طيب نرجع ضيفنا العزيز ام محمد. هنقرا التعليق بتاع حضرتك. منورين الدنيا كلها، ده بنور حضرتك اكيد والله. ها. انا دافع الاشتراك اهو، انا دافع الاشتراك والله. لا لسه في انا كسور، في كسور في لسه الفلوس. مجدد ما والله. هو هو دفعت، كان في 75 قرش ما اتدفعوش. هي القهوه اللي عملت كده، القهوه. صح كده؟ صح كده؟ عشان بتشربها من غيري. معاك يعني. احمد طيب، انت ازاي بتشوف المبادرات الخدميه في تحسين حال المواطن؟ تحسين حاله ايه؟ المواطن لا كتير. يعني. خلينا نتكلم، بص مبادره خلينا مبادره نتكلم. مبادره، في مجموعه مبادرات. هل ده بينتقل أو بالعكس للمواطن بالسلب او بالايجاب لتحسين حياته ولا لا؟ اه بالظبط. للاسف دلوقتي بقى في الاول كنا بنقول ايجابيه بس، دلوقتي بقى في سلبيات. بس خلينا نتكلم الاول ان في مبادرات غير بقى بشرة خير. خليني مش، انا ما كنتش عايز اتكلم في المبادره بتاعتنا احنا خالص. خلينا نتكلم في الاول في الايجابيات. عندنا مجموعه مبادرات خلينا في اسكندريه هنا، جميله جدا. الناس بتاعتها روحها حلوه، الناس بتاعتها عايز تخدم الناس بجد، بتنزل فعليا. تمام. يعني انا كنت واحنا بنتكلم احنا مش مجهزين للكلام ده. في عندنا مبادرات انا كنت بتكلم فيها عن ناس معينه. تمام. زي مثلا كنت شايف لسه امبارح تقريبا بوست لاستاذه صفصوف ومنى سعيد في المبادره بتاعتهم، فريق الخير تقريبا. الناس دي طيب، الناس انا دي كنت متواجد من امبارح معاه. زمان، من دلوقتي، من قبل ما يكون عندهم مبادره. الناس دي كانت يعني كنا احنا بنتشرف اللي هم موجودين معانا في عمل الخير لاهالينا كلنا قبل ما يعملوا مبادره. وقبل المبادره معانا هم كانوا لوحدهم وكانوا في الشارع. هي الفكره كلها، طالما احنا اتكلمنا عن مجتمع مدني اللي هي سلسله المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها، فدخل فيها كلمه مبادره. مبادره دي يعني فكره، انت عندنا فكره كده عايزين نعملها نلبي بيها احتياجات الناس. اتعملت مبادره، اتقننت بمعنى اصح عشان السلبيات اللي كانت بتحصل فيها. فهمتني؟ السلبيات اللي كانت بتحصل ان احنا كنا بنقول المجتمع المدني، المجتمع المدني ككل له ما له وعليه ما عليه. انا عشان ابقى غير المجتمع المدني التاني بقنن الوضع بتاعي، بخليني اللي انا تابع ومشاهر زي ما هم سعوا فعلا. اللي احنا كلنا كنا اشخاص عاديه في فرق كده بس. بعد كده لازم نبقى تحت اطار قانوني عشان نبقى على الاقل لما حد يجي يقول لنا مجتمع مدني، اه احنا من المجتمع المدني اللي هم الناس التانيه مش الناس دي. وصلت؟ اللي احنا ما هو فيش حاجه اسمها تبرعات. اي شريحه بيبقى فيها حلو وفيها وحش، لازم اكيد طبعا، نتفق على ده. 100%. صح كده؟ اكيد. وانا بحييك بجد على المستوى الشخصي، كاحمد طايل، ان فعلا بيشد على ايد زمايله في المبادرات التانية وبيقول لهم انطلقوا، احنا معاكم، احنا كتف بكتف. صح كده؟ فهمت اه صح من طبعا. كلامك ولا؟ طبعا. بالظبط. طيب. بالظبط. احنا كلنا عايزين نوصل لهدف واحد، خدمه اهالينا. كلنا بنسعى ورا ده. الافضل فليتقدم. مش عشان انا رئيس مبادره وانت رئيس، لا لا خالص، الموضوع مش كده. الافضل فليتقدم. احنا كلنا عايزين، ان في مشكله هنا لحد من الاهالي بتاعتنا سواء في اي مجال من المجالات، اي حد فينا زي ما احنا بنعمل مع بعض كده على الجروب بتاعتنا في كذا.
اللي يلحق يخلص على طول. احنا هو ده وظيفتنا على فكره، سواء مبادره او مؤسسه او جمعيه، يعني كل ده دارج. دي وظيفتنا احنا، ان احنا اي مشكله نقدر نحلها نحلها.